طبعا معظم ان لم يكن كل فنانين مصر وممثلين مصر بدأوا حياتهم من المسرح المدرسي والمسرح الجامعة، وخصوصا مسرح الجامعة يعني. وانا كان ليا الشرف طبعا ان انا خريج كلية فنون جميلة، وكان خريج فرقة اتيليه المسرح، وده كان مسرح مهم جدا في وقتنا وما زال لغاية دلوقتي، وفي ناس قبلينا كانوا اهم كمان. اول مسرحية عملتها في حياتي، اول مرة في مسرح في حياتي، كان في سنة أولى في كلية فنون جميلة. انتوا عارفين فنون جميلة 5 سنين، في أول سنة إعدادي دي عدت. اتفرجت على مسرحيات كتير قوي حببتني في التمثيل، قد ايه هم كانوا متمكنين، ومسرحيات بروفيشنال جدا يعني. فاتفرج جم طلبوني اعمل مسرحيه، وكانت صعبه جدا لانها كانت مسرحيه للجامعه مش للكليه. والجامعه عاده بيبقى لغه عربيه عشان ناخد جايزه او حاجات كده. كانت هاملت، كانت مسرحيه صعبه قوي، وكان الوقت قليل جدا. السنه دي كنا هنعتذر وبعدين هنشتغل، لا مش هنشتغل، طب الميزانيه طلعت، طب ما طلعتش، طب المخرج جه، لا زعل مشي، حاجات كده، لغايه 18 يوم نطلع فيه المسرحيه. فجابوني في هذا الجو المشحون ونعمل لغه عربيه، وانا ما كنتش شاطر قوي مش شاطر قوي في اللغه العربيه، اقول الحاجات عامله ازاي وكده يعني. اثناء المسرحيه وهي بتدور، في كيو، في جمله بيقولها هاملت، اللي هو كان ممثل زميلنا اسمه علاء الحريري، ممثل شاطر جدا، ودخل معهد وما كملش بعد كده، ما كملش بمزاجه يعني، لو كان كمل كان حاجه قويه جدا. بيقول كيو معين، فبيخش ممثل تاني يقول ها هو الممثل، بيخش بممثل تاني معاه وبيقول كده الجمله، فيحصل كلام مننا ويحصل حاجات يعني. فالممثل بيعمل الهاملت دوت، قال الكيو، ما حدش دخل، وبعدين راح عايد الكيو تاني، ما حدش دخل. اثناء ده هو كان بيقول لي لورينزو، كنت انا عامل لورينزو اللي هو صديق هاملت، انت هتعمل دور المرأة. فحصل ضحك في الصالة، فبيقول لي بما معناه اللي هو وريني يعني هتعمل دور المرأة ازاي. فانا بمشي مشيت الست كده، فعمل ضحك كبير جدا. لما الولد ده ما دخلش، فراح مخليني اعمل كده تاني، فكل ما اعمل يحصل سكسيه عالي جدا، فده بيدخل لي اطمئنان ومبسوط وحاجات كده، لغايه ما اتقال يجي 3 4 مرات مفيش. فوقفنا على المسرح يعني، عارفه بقت حاجه يعني، العمال رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وقفنا على المسرح. فالممثل اللي جنبي عاوز يحل الموقف باننا نرتجل اي حاجه على المسرح، خلاص. فقرب مني كده وقال لي قول اي حاجه والبتاع يعني. فانا كانت واخداني الجلاله اللي هو الغبي ده ليه ما دخلش والكلام ده، فقلت له مش هقول حاجه بصوت عالي كده، فالناس ماتوا على صوت من الضحك، وقلت له مش هقول حاجه. قال لي قول حاجه يا غبي. قلت له انا برضو الغبي ولا الحيوان اللي ما دخل؟ اتخانقنا على المسرح. فده كان لما بفتكره كان بيضحكني جدا من الحاجات اللي كانت الاولانيه. طبعا كانت الخبره ما فيش والتجارب ما فيش، لكن بعد كده بقينا نتصرف ونرتجل زي ما بيتقال يعني. وبرضو بقى ده على مستوى الاحتراف بقى. مره كنا بنعمل مسرحيه في الهناجر، وبعدين دخلنا، كنا الاوض بتاعتنا منوره يعني، كنا لسه بالنهار بنحضر فبنلم من نفسينا فلوس عشان نروح نجيب سندوتشات في وقت الغداء. فخرجت بره اقول لهم عاوزين تاكلوا ايه، واخد منهم فلوس. فكانوا بيظبطوا الاضاءه، فالمسرح كله ضلمه، كان مركز الهناجر للفنون اللي هو المسرح بتاع الهناجر يعني. فانا ماشي والعشم واخدني على المسرح، المسرح خلص مره واحده، خشبه المسرح خلصت، وطرت في الهواء ونزلت على رجلي، وخدوني وجريوا بيا، وجبست ايد ورجل وعرضت بالليل يعني، من الحاجات العظيمه. مره تانية كنت هعمل على مسرح، وعشان ما اقعش قدام الجمهور واتحرج ويحصل حاجات كده، تحملت على نفسي جدا، فحصل لي قطع في الرباط الصليبي. من الحاجات اللي دايما. والغريبه ان ولادي لما جم يتفرجوا على المسرحيه بتاعت بالليل، اللي انا كنت مجبس ايد ورجل، ميتين على نفسهم الضحك وانا عامل كده، هم فاكرين ان انا عامل دوت عشان اضحك ايدي ورجلي الاثنين. وبعدين لقوا ان الكلام ملوش علاقه بالموضوع يعني، مفيش اي حد بيقول عليه حاجه. فقالوا طب انت عاملها ايه السخافه دي؟ هم معتقدين يعني انت عامل كده ليه؟ انت يعني ما عملتش كده وبعدين رميت عليها افيه ولا عملت بتاع. هم ما كانوش يعرفوا ان انا حصل ده، ورحت جبست وهم جم بالليل ما يعرفوش، اتفرجوا عليا وانا مجبس. وسافرنا تاني يوم نعرضها في الجي سويت في المنيا، وانا مجبس برضو ايد ورجل من الحاجات دي. ده على مستوى المسرح، لان انا كنت بعمل مسرح كتير جدا. بره في المسلسلات، من كتر ما انا بشتغل في حاجات كتير يعني في المسلسلات، وبيقولوا عليا الجوكر، وده حاجه تشرفني يعني. مره كنت بمثل في مسلسل مهم جدا، وبعدين وبعمل مشهد صعب جدا، وفي هعيط فيه وحاجات كده يعني في اخره.
وكان 3 صفحات المشهد. فبعد ما عديت صفحتين تقريبا من المشهد ومنفعل والكلام ده وبتاع، رحت مره واحده قال لي ستوب. فالناس كلها والمخرج وبتاع بصوا كده، ايه اللي بيحصل ده؟ ورحت عامل كده بالظبط. انا في المسلسل ده مش لابس نظاره. كان بقالي يجي مثلا شهر ما صورتش في المسلسل ده، فرجعوا للراكورات والريفرنس والكلام ده وبتاع، لقوني ان انا من غير نظاره. طبعا كان في ناس كتير هتطير في الموضوع بقى، مساعديني ومساعدين الاخراج بتوع الراكورات والكلام ده، بس قلت لهم طب انا راجل بشتغل كتير، انتوا انتوا في مسلسل واحد وبتتريقوا عليا، كنتوا المفروض تركزوا يعني. بس كان من المواقف اللطيفه والجميله يعني. من المواقف كمان اللي قابلتنا كنا هنضيع فيه يعني، بس كان موقف لطيف وضحكنا فيه. لما كنا في الهند، الهنود بيوقروا زي ما بيقول او بيعظموا البقرة عندهم، يعني هو مش بيألهوها، هم بيحترموها لمقدسات عندهم يعني. فاحنا كنا مش عارفين ناكل خالص في الهند، وكان لينا زميل طاهر ابو ليلى اخر واحد جالنا، فطلبنا منه انه يجيب لنا اكل. من الاكل اللي جابه بلو بيف. ففي يوم عاوزين ناكل حاجه، فاوضه 225 اللي كان قاعد فيها ثروت كنا مسمينها البقاله. كنا نخبط بالليل، تمام، نقول له عاوزين علبه سجاير، يعني جاي لنا سجاير مصري كمان، نخبط بالليل عاوزين رغيف بلدي وسخنه لنا، الصبح نروح نفطر معاه. والله العظيم كده، مع ان قاعدين في اوتيل محترم، بس ميرسي للاكل، ميرسي جدا للاكل يعني. انا عمري ما شفت حلويات فيها شطه يعني، انا يعني ما جربتش كده الحقيقه. فكان في رعب من الاكل الهندي يعني. فكنت سهران انا وثروت ومحمد سلام في الاوضه عندي، وبعدين جوعنا بالليل، فقلت ثروت روح شوف هات لنا اي حاجه، فجاب البولميف ده. فقلت له انا هعمل لكم اكله رهيبه دلوقتي. رحت مكلم الشيف اللي تحت، قلت له حد يطلع لي، فراح بعت لي المساعد بتاعه. فانا بديله العلبه مش مركز طبعا عليها بقره، وقلت له دي انا عاوزينها بقى عليها بيض وفلفل اسمر وبتاع ده. قعدنا نشكل الوجبه يعني. الواد بص وقعد يرجع بظهره، تحس ان هو يقع من البلكونه زي الافلام العربي بتاعتنا القديمه، ونوم ويعمل كده. ايه يالا مالك؟ ما تمسك يالا البتاع في ايه؟ وبعدين راح استاذنا ان هو يتكلم في التليفون، راح مكلم في التليفون، كلم حد يعني تقريبا، كلم الرئيس بتاعه، فقال له دول واضح انهم سكرانين ولا متخلفين، انزل يا ابني، ما بلاش قله ادب يعني. فالراجل نزل واحنا مش واخدين بالنا ده كله ايه. وبعدين مره واحده ركزت كده في البتاع وببص، ورحت منفجر من الضحك. قلت لهم ده احنا كنا نعمل الاله بتاعهم بالبيض. لا ارينا شروط في الاكل يعني.